بصي، قبل ما نبدأ كلام النهاردة عايزك تاخدي نفس كده بهدوء وتفتكري إن أي حاجة بتحاولي توصلي لها، أي إنجاز، أي حلم، بيبدأ من جواكي انتي، من الطريقة اللي بتعاملي بيها نفسك، مش من الطريقة اللي العالم بيعاملك بيها. في الفترة اللي فاتت يمكن حسيتي إنك مضغوطة أو مجهدة أو مفيش حد فاهمك. يمكن بتحسي إنك بتقدمي كتير بس مفيش تقدير. يمكن محتاجة كلمة طيبة، دعم، حضن، نظرة اهتمام، ومش لاقياه. وده طبيعي، كلنا بنعدي على اللحظات دي. بس خليني أسألك سؤال مهم: هو انت لطيفة مع نفسك؟ ولا مستنية اللطف يجي من بره الأول؟ عارفة ايه المشكلة؟ إن ساعات كتير بنطلب من الدنيا حاجات احنا مش بنديها لنفسنا أصلا. عايزين حد يشوف اللي جوانا واحنا نفسنا مش شايفينه. عايزين كلمة طيبة واحنا أول ناس بنقسي على نفسنا. عايزين اللي حوالينا يرحمونا واحنا مش بنرحم قلوبنا من اللوم والضغط والمقارنات. مش هبالغ لو قلتلك إن أصعب حد على الواحد ساعات بيكون نفسه. نفسك اللي بتربيكي واللي بتلومك واللي بتسندك واللي بتكسرك لو قسيتي عليها. وعلشان كده أول خطوة حقيقية في أي تغيير مش إنك تغيري الظروف ولا الناس ولا الحياة، لكن إنك تهدي جواكي الأول. اعملي هدنة مع نفسك وقولي لها: أنا مش ضدك، أنا معاكي. النهاردة خليه يوم مختلف. صباحك ده خليه بداية لطيفة. مش لازم تنجزي 100 حاجة، ومش لازم تكوني أقوى واحدة، ومش لازم تبيني إن الدنيا تمام لو مش تمام. اللطف الحقيقي إنك تسمحي لنفسك تغلطي وتتعلمي وتاخدي وقتك. إنك تقولي عادي لو اتأخرت، المهم إني موقفتش. إنك ما تقسيش، ما تجلديش نفسك، ما تقسيش عليها علشان حد تاني. اعملي حاجات بسيطة، حاجات تبنيكي من جوه. اعملي كوباية الشاي اللي بتحبيها وافتحي الشباك وسيبي الشمس تدخل. اكتبي جملتين في نوتة صغيرة، حاجات انتي ممتنة لها. اسمعي موسيقى هادية أو تمشي 5 دقايق. كل ده بيعمل فرق كبير أكتر مما تتخيلي. انتي مش محتاجة حد يجي يفكرك إنك قوية، إنك اتغلبتي على حاجات يمكن محدش يعرف عنها حاجة، إنك وقعتي وقمتي واتكسرتي واتلميتي. بس كل ده كان هيبقى أسهل لو كنتي لطيفة مع نفسك من البداية. وبصي، مش بطلب منك تبقي مثالية، ولا بطلب منك تبتسمي 24 ساعة. أنا بس بطلب منك تبطلي تضيعي عمرك في جلدولات. اللي عدى خلاص، واللي جاي محتاج قلب مطمن، مش قلب مرعوب. فمرة تانية، قبل ما تطلبي من اللي حواليك يكونوا طيبين، انت كوني طيبة مع نفسك. قبل ما تستني كلمة حلوة، قوليها لنفسك. قبل ما تستني حد يفهمك، جربي تفهمي احتياجاتك انت. قومي دلوقتي، افتحي صفحة جديدة، وابتدي يومك بقلب هادي ونفس عميق ونوايا بسيطة. وقولي لنفسك: أنا هكون لطيفة معايا مهما حصل. لأن اللطف مش رفاهية، اللطف بداية الشفاء، وبداية التغيير، وبداية كل حاجة جميلة جاية في طريقك.